السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. أتمنى لو عجبكم الفيديو تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنعمل النهاردة طريقة الطعمية بطريقة سهلة وبسيطة. نقول المقادير مع بعض: نص كيلو فول مدشوش منقوع لدرجة ان يتكسر في ايدينا كده، ومعايا ملح وكزبرة وسمسم ابيض، ومعانا حسمتين من الكرات، بصلاية تكون صغيرة، ومعانا نص كوباية مية. هنحط الكزبرة على السمسم ونركنهم على جنب، وقطعنا الكرات والبصلاية هنحطهم في الكبة. قطعنا الكرات ناعم ونحطه في الكبة ومعاها البصلاية، ونقطعه صغير عشان الكبة تفرمه كويس. وبعدين هنحط معانا حبة نص كمية الفول. هنحط نص كمية الفول هنحط كمية المية، بس انا حطيت حبة صغيرة عشان تشوفوا نحط حبة حبة مع بعض، انما انا لما باجي اعملها بحط النص كوباية مع بعضها كده. بنفرم الكرات والبصل مع نص الفول والمية كلها كده. بقى بنفرم نص كمية الطعمية معانا، وبعد كده من وقت للتاني نفتح الغطا وننزل عشان بتطلع على حروف الكبة. ننزلها كويس ونرجع تاني نفرمها تاني. بصوا انا بنزل معاكم اهوت عشان الحروف كلها، وبقيه الميه حطيتها انا بحطها مره واحده بس. انا ماشيه واحده واحده معاكم عشان تشوفوا ايه انا بعمل ايه. كده بنفرم في الكبه كويس. بصوا ناعم عشان خاطر الكرات والبصل يدوبوا خالص. وبعدين نحط الملح ونحط بقيه كميه الفول ونرجع نفرم بقى. هنفرم بقى تاني. كده بنفرمه كويس عشان ننعمه، عشان البصل والكرات ما يبانش في العجينة. ومن وقت للتاني هنفتح وننزل اللي تحت فوق واللي فوق تحت، لما خلاص نضرب فيها كويس وتبقى كويسة وناعمة معانا. وفي نفس الوقت مش هتبقى ناعمة قوي، هوريكم برضو لما هنفرم تشوفوا. بصوا مش ناعمة قوي عشان تبقى قلبها ما كده. خلاص كده تمام عشان قلبها يبقى مش مكتوم. بصوا انا بوريكم الفولة مش ناعمة قوي عشان يبقى قلبها مهوي ما تبقاش مكتومة. لو نعمت العجينة قوي زيادة عن اللازم هتبقى تيجي تقليها تبقى قلبها مكتوم قوش. هو كده، لا هي كده الفول يعني في جرشة بسيطة. وهنفضي معاكم وهتشوفوا قدامكم. بصوا في جرشة بسيطة ولونها مظبوط وقوامها وفي النهاية هتشوفوها في قليتها تحفة. بص انا بنزل معاكم كده. فضينا العجينة وانا عملت مقدار تاني عليها، ضعفت الكمية وعشان اعبيها بقى وافرزها معاكم رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. كده قدامكم بعبي في العلب واركن. كده عبينا في العلب زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هنقفلهم ونغطيهم، وبقيتها العجينة هقليها معاكم وانا بوريكم اهوت. هقليها معاكم. هنا بقى حطينا في خافق البيض بتاع الكبة وحطينا العجينة عشان ندخل للعجينة هوا، عشان لما نيجي نقليها تبقى خفيفة وعايمة على وش الزيت. بصوا كده نفرم كويس، ندخل هوا للعجينة عشان العجينة تبقى هايشة وخفيفة معانا. كده تمينا فرمها وجبنا طبق فيه مية وحطينا الكزبرة على السمسم والزيت اتقدح وبعدين نبل ايدينا
ونقلي الطعمية بقى ونبل ايدينا ونحط في السمسم، ونحط في السمسم ونحط على الطعمية ونقلي بالراحة بقى. والزيت اهم شيء الزيت يكون سخن عشان تحطي الطعمية تعوم على وش الزيت وتبقى خفيفة كده وحلوة. بصوا عايمة على وش الزيت، ده نجاح العجينة. نقلي مع بعض تاني واحدة تانية، نقلي ونحط السمسم ونقلي. بصوا نبل ايدينا بين طعمية وطعمية عشان خاطر لما تيجي تقلي تنزل من ايديك ما تلزقش في ايديك. بص نجاح العجينة عايمة على وش المية. وهنا كده بنقلي اهو، وما نقلبش العجينة إلا لما تمسك نفسها شوية، مش تبقى خضرة وتقلبي هتلاقيها ساحت معاكي في الطاسة. وانا هنا بما اني بقلي في الحلة، انا اصلا بقلي في الحلة مش بقلي في طاسة في بيتي على طول، عشان الحلة بتحافظ على نظافة البوتاجاز. وهنا نتيجة الطعمية في الاخر. اتمنى يعجبكم الفيديو، تدوسوا لي لايك. اسيبكم في رعاية الله، السلام عليكم.